كان عندي عميلة إماراتية حاطة في حسابها حوالي 250,000 دولار، والمفروض الشركة اللي حطت فيها فلوس موثوقة على كلامهم. بس لما دخلت وحطت الرقم الكبير قالوا لقينا الكنز. ابتدوا يتعاملوا معاها بشكل مختلف، وفي وقت قصير خسرت جزء كبير من المبلغ. ولما تواصلت معايا كانت بتدور على حل. قلت لها أول حاجة، جربت الشركة دي قبل ما تدخلي بالمبلغ ده حتى ب50 أو 100 دولار؟ قالت لي لا والله ما جربتها. طيب جربي دلوقتي تسحبي حتى لو جزء بسيط. وفعلا حاولت تسحب، جات لها الصدمة. الشركة بعتت لها الإيميل ده: مرحبا عميلتنا العزيزة، نحن سعداء بالتعامل معك، لا تستطيعي سحب المبلغ حتى يتم فتح عدد معين من اللوتات. بس ساعتها قلت لها هم سعداء بالتعامل معاكي، خلي بالك. طبعا الكلام ده اي حد فاهم في السوق يعرف انه نصب، بس قلت اساعدها، وساعدتها بالفعل وبالمجان. وفتحنا اللوتات المطلوبة واحدة واحدة وخلصناها. طيب كده المفروض تسحب؟ لا، قالوا ان هي بتعمل حاجة اسمها كروس تريدنج، يعني عندها حساب بيشتري وحساب بيبيع في نفس الوقت، ومفيش اي دليل او حاجة حصلت بالشكل ده. بس كانت دي الحجة اللي الشركة استخدمتها علشان تمنعها من سحب فلوسها. ولما حاولنا نلجأ قانونيا اكتشفنا ان الشركة مش مرخصة بترخيص قوي او حتى رسمي. النهاية كانت مأساوية، خسرت المبلغ وخسرت الثقة وخسرت أعصابها. وعلشان كده دايما بقول اختار شركة موثوقة وجربها الأول حتى لو بمبلغ بسيط. اختبر السحب واختبر التعامل قبل ما تحط راس مالك. السوق فيه فرص، بس كمان في ناس بتستناك تقع.